هلوز. عمرك حسيت ان محدش فاهمك؟ طيب ماذا لو كل الناس بقت فاهماك؟ هل ده هيبقى مريح بالنسبة لك؟ الحلقة ال 12 من الموسم الثاني من سبونج بوب بتجاوبنا على السؤال ده. تبدأ الحلقة بسبونج بوب بسيط وهما جايلهم طرد جديد. بيفتحوه بيلاقوا جهاز نافخ للعشب. بيستخدموه حرفيا في أي حاجة وكل حاجة إلا إن هما ينفخوا بيه العشب. بسيط بيستخدموه على بيت سبونج بوب فبينضف فجأة، وبعدين بيقرروا يستخدموه على بيت شفيق. فشفيق كالعادة بيطلعهم بره وبيقول لهم هنرش مية، ويزعق كالعادة في بسيط. بيروح شايل له البيت باللي فيه. بيقرر شفيق إنه طفح الكيل. كفاية كده، خلاص هي دي القشة اللي قسمت ظهر البعير، فاهمني؟ خلاص بقى أنا طهقت، همشي أسيب لكم الدنيا، مش تعرفوا لي طريق جرة. بيشتغل التلفزيون جنبه وبيسمع صوت بيقول عايز تمشي وتسيب الدنيا وتطفش؟ ظهر لك القشة خلاص؟ فاض بيك الكيل؟ تعال وعيش معانا في مجتمع الحبار المثالي. كل حاجة محتاجها هنا وهتلاقيها: شقق، معيشة، شغل، مواهب، سعادة، ترابيزات بلياردو وبنج. بص، كل حاجة بتحبها هتلاقيها عندنا. تعال انت بس، احنا ملوك السعادة، بلدة الحبار، مستنيينك. ما بيصدق شفيق وبياخد حاجته وبيطير على هناك. سبونج بوب بيحاول يوقفه ويقول له خلاص عشان خاطرنا مش هنعمل كده تاني. بيسيب له 100 ملة وبيمشي. بيتجه شفيق لبلدة الحبار. الراجل اللي على الأمن بيقول له أنت سفنجة بحر أو نجمة بحر؟ واضح إنهم ملسوعين قبل كده زي صاحبنا. بيدخل شفيق وبينبهر من كل حاجة موجودة في المدينة. البيوت شبه بعضها، كلهم شبه بعض زي ما هو كان عايز. بيدخل وبيعد بيته: 301، 302، 303، 304. بيدخل شفيق وبيقفل على نفسه وبينام. لأول مرة هينام بسعادة. بيتصل سبونج بوب بيه وبيحاول يخليه يرجع، بس طبعا لا سمع لمن تنادي، وبيديله واحدة انطر قبل كاش وبينام. تاني يوم الصبح بيصحى وبيستعد ينزل يشوف الكلام على ايه. بيركب عجلته وهوب بيلاقي كل الحبارات راكبين عجلاتهم. المدينة دي مذهلة. بيروح السوبر ماركت وبيشتري حاجات وبيقول يا سلام لو في بقى هنا مكان للرقص. بيبص يمين وجس وات بيلاقي مكان للرقص. بيدخل يرقص ويديها لحد بالليل. وهو مروح بيلاقي ثلاثي الكلارينيت. بيروح يعزف معاهم ويديها برضه. الاستمتاع عنده وصل ليفل الوحش. مفيش دوشة، مفيش سبونج بوب، مفيش حد يصحيك من النجمة عشان ماشي مع نجمة بحر يصحيك يرخم عليك. راحة نفسية. بيصحى تاني يوم يركب العجلة وبيروح السوبر ماركت وبيروح نادي الرقص. بيروح يعزف بالليل ويروح ينام. وبيصحى تاني يوم يركب العجلة ويروح السوبر ماركت وبيروح نادي الرقص. بيروح بالليل يعزف وبيروح ينام. وبيصحى تاني يوم يركب العجلة وبيروح السوبر ماركت وبيروح بالليل يعزف ويروح ينام. بيصحى تاني يوم يركب العجلة وبيروح السوبر ماركت ويروح نادي الرقص ويروح بالليل يعزف ويروح ينام. ويصحى تاني يوم يركب العجلة ويروح السوبر ماركت ويروح نادي الرقص ويروح بالليل يعزف ويروح ينام. ويكرر كل ده كل يوم لحد ما بيبتدي يلاحظ انه ايه ده، انا ملان، مفيش جديد. نفس الشيء، المدينة المثالية هنا انكسرت في عينه، ما بقتش مثالية. السعادة مش بتخر منها كده زي ما قالوا. بيلاقي شفيق جنبه جهاز نفخ العشب فبيقرر يمسكه. فبيبتدي يمسكه ويبتدي ينفخ بيه زي ما كان سبونج بوب بسيط بيعمله. بيبتدي ينفخ ويشيل بيوت الحبار ويرخم عليهم في كل حتة. واحد منهم بيوقفه وبيقول له ايه الممتع في انك تلعب بجهاز نفخ العشب؟ بيقول له انه ممتع كده هو. بيجي سبونج بوب وبسيط مع كيكة الاعتذار عشان يحاولوا يرجعوا شفيق. بيخبطوا على الامن عشان يدخلوا، طبعا الامن بيديهم واحده انت غير لائق. فبسيط بيضطر يطلع سلاحه السري، يروح مديها واحده هح في وشهم تجيب اجلهم حرفيا. والباب بيتفتح غصب عنه. بيدخلوا وجس وات بيلاقوا كل الناس شبه شفيق، كلهم شفيقات متشفشقه. بيفضلوا يدوروا على شفيق. بسيط بيسال واحد منهم انت شفيق؟ بيقول له لا. بيسكت شويه وبعدين بيقول له انت شفيق. دي بتموت. بيفضلوا يدوروا على شفيق. وبسيط بيسأل واحد منهم انت شفيق؟ بيقول له لا. بيسكت شويه وبعدين بيقول له انت شفيق دلوقتي؟ بيكملوا يدوروا على شفيق. انت شفيق؟ لا. انت شفيق؟ لا. بيبقى شفيق قصادهم اساسا بيلعب وبيرخم على الناس. حد بيجي الامن وبيقول له مستر شفيق حبار، في اكتر من 100 شكوى متقدمه ضدك، انت مش مضطر تقعد معانا هنا لو انت مش هتتبع قوانيننا. شفيق بيدرك هنا انه مش مقيد، ما يمشي لو عايز. حرفيا بيطير من الفرحه تقريبا وبيرجع تاني لبيته. الحلقة دي من أكتر حلقات سبونج بوب، بل الكرتون بالنسبة لي فلسفية. بتعرض لك وبتجاوب لك على سؤال مختلف: ماذا لو كل الناس بقت شبهنا بدل ما احنا بنتمنى شخص واحد بس يكون شبهنا؟ هل تفتكر ده ليه عواقب؟ شفيق لو تلاحظ هو الحبار الوحيد اللي حس بالملل، لأنه ببساطة شاف الاستمتاع. شاف سبونج بوب وبسيط وهما بيلعبوا. شاف كل يوم حد بيرخم عليه بيحسسه بإحساس غير الملل. هو الوحيد اللي عرف يعني إيه استمتاع. ببساطة مش هتعرف تفرق بين حاجتين لو مشوفتش الحاجة التانية أصلا من الأول. مش تعرف ان النار سخنة لو ممسكتش التلج قبل كده، وهكذا. فما تتبطرش على نعمة ربنا وخش صلي لك ركعتين واشرب اللبن ونام كويس واتغطى كويس عشان الجو مرصرص الايام دي.
باي.